سلام، معكم نسا كما عودتكم مع الوصفات السهله والاقتصاديه دايما معايا. اليوم جبت لكم كيكه تاع التفاح، يعني سهله اقتصاديه ومقادير تاعها بساط متواجدين في كل دار. ما فيهاش مقادير بزاف، فيها البيض، الزيت، الحليب، السكر والفارينه. نبداو كيف نوجدوها. لهنايا جيبي في البول تاعك ديري 2 حبات تاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ما يكونوش باردين. كما تعودنا دائما نديروا الحلوى تاعنا. بعد ما درنا 2 حبات تاع البيض نديروا 5 مغارف تاع السكر. يعني المقادير اللي راح نقولهم لكم كامل تعبروهم بالمغرف الكبيره تاع اللي ناكلوا بها، كامل 5 5 5. قلت لكم 2 حبات بيض، 5 مغارف تاع السكر كما شفتوا لهنايا. انا هنا كنت عبرتهم برك باش نوري لكم. 5 مغارف تاع السكر، نزيدوا لها 5 مغارف تاع الزيت. لهنايا ضفنا الزيت، يعني نديروا المقادير كامل ومن بعد نخلطوهم بالفوي. نزيدوا 5 مغارف تاع الحليب، حليب عادي ما يكونش دافي. 5 مغارف تاع الحليب. عندنا مغرف تاع لافاني لازم، وعند نخلطوهم مليح. ومن بعد نزيدو 5 مغارف تاع فارينه، يعني و5 مغارف تاع فارينه ولافا والخماره. عندنا نص مغرف صغيره تاع خماره تاع لا ليفور شيميك. لهنايا قلت لكم 2 حبات بيض، 5 مغارف سكر، 5 مغارف حليب، 5 مغارف زيت، 5 مغارف فارينه، ونص باكيت على ليفور شيميك. نخلطوهم كامل بالفوي كما راكم تشوفوا لهنا. شوفوا الخليط كيفاش يجينا، يعني مقادير مضبوطه. نحكموا اللي عندها تحب دير ان كيك كبيره دير في المول الكبير، ولا تحب دير انديفيديال كيما انايا هنايا درت لي مول صغار. لهنايا دهنتهم بالزبده باش ما تلصقليش. ندهنوا ليمول تاعنا بالزبده ونديروا الخليط في ليمول، وشنو ما تعمروهمش كامل كما شفتوا. نخلو بيسك فيها الخماره الزيت تطلع لنا. لهنا كما راكم تشوفوا نكمل ليمول تاعي كامل نعمرهم. نحكموا حبيبه تفاح نقطعوها ونشبع ونديروها من الفوق كديكور فوق الكيكه تاعنا. لهنايا بعد ما كملت ليمول تاوعي، لهنا هذيك الكميه هذا واش خرجت لي ليمول صغار. نحكموا الحبيبه تاع التفاح نقطعوها دي رونديل كيما راكم تشوفوا لهنايا دي طرونش، ونديروها فوق الكيك تاعنا. ويكون الفور تاعنا مسخن على درجه عاليه من قبل. نديروها طيب في الفوق تتحمر لنا من تحت. كي تتحمر تشوفوا لي كوت يتحمروا نشعلوا لها من الفوق، يعني تتحمر لنا من الفوق ومن بعد نجبدوها. دوك نشوفوا كيفاش تجينا حميمه. لهنا كما قلت لكم بعد ما طابت لي شعلت لها من تحت ومن بعد شعلت لها من الفوق تحمرت. لهنا كل وحده كيفاش. انا هنا درت لها سكر غلاسي من الفوق، ولا تحبوا ديروا ناباج ولا المعجون، هذا مكان يعني تزيين خفيف، ويعني تجي طريه وتجي خفيفه. وان شاء الله تسيوها وتنجحوا في الوصفه. وما تنسونيش بالجيم وابوني في لاباج وفعلوا الجرس باش يحقكم جديد. وفي الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.